تكبيره الضمير يعود على المصلي مع ماذا؟ مع الشروع في ذلك الركن، تكبيره مع الشروع وبعد أن يقوم من وسطاه، هذه خاصة يعني إلا في حالتين، فإنه لا يقوم بالتكبير إنما يقوم ساكتا، فإن استوى قائما كبر، لما يستوي قائما يقول الله أكبر. اسمي هذه الحالة لما يجي قائم من الجلسة الوسطى، راه مريح على الجلسة الوسطى، لما يجي قائم يقوم ساكت، فإن استوى قائما عند ذلك يعني متى كبر. ولا يجوز أن يملأ بها هذا الركن. وسبحان الله عندنا هذا الركن في الصلاة العلماء يلغزوا فيه بعض اللغز، يقولوا فيها ما هو الركن الفارغ في الصلاة. ربما يجي واحد يطرح عليك هذا السؤال يقول لك ما هو الركن الفارغ في الصلاة؟ ما هو الجواب؟ حال قيامه من الجلسة الوسطى، يقوم ساكتا، لا تكبير لا دعاء لا تحميد لا أي شيء، فإن استوى قائما كبر. فهمتوا يا جماعة؟ إذا جا واحد يطرح عليك هذا السؤال ولا لغزك بهذا اللغز هذا هو الجواب. ما هو الركن الفارغ في الصلاة؟ يقال في الجواب ماذا؟ هو في القيام من التشهد أو من الجلسة الوسطى. معليش جايز تقول القيام من الجلسة الوسطى وجايز تقول القيام من التشهد الوسطى، كلاهما تعبير مساوي. وبعد أن يقوم من وسطاه منجوب من منجوبات الصلاة. ثم قال وعقده الثلاثة من يمناه زيد لا التشهد زيد لا تحرك سببتها حين تلا. هذا الكلام كله يحتوي على منجوب. هذا الكلام كامل يحتوي على منجوب. الإنسان حال التشهد معلوم عندنا شرعا عنده كيفية يشرع عليها التشهد. الحالة الأولى أنه الأصابع نتاع اليد اليمنى، اليد نتاعو اليمنى يعقد منها الأصابع ثلاثة، هذه ثلاثة يعقدهم. اش يسموا هذا الأول من هنا؟ الخنصر والبنصر والوسطى. ومعنى يعقدهم يعني هذه ثلاثة رؤوسهم يديرهم في وسط الكف. وعقده الثلاثة من يمناه، ياك هكا ولا هذه ثلاثة. وبسط ما خلا هذا الإبهام يجعله هكذا على الوسطى من الوسطى، ويبسط السبابة يحركها حين تلاه. حين تلاه يعني حين ماذا؟ حين قرأه. لما يكون يقرأ التشهد يحرك يعني مثلا السبابة. انتم فهمتوا ولا لا؟ هو شوفوا معايا يعقد الأصابع ثلاثة على بال هذه الأصابع. سبحان الله يقول لك الشرع كل أسبوع عنده سمية. هذا ينقال له الخنصر، وهذا ينقال له البنصر، وهذا ينقال له الوسطى، وهذا ينقال له السبابة، وهذا ينقال له الإبهام، لأن هذه أربعة يخدموا بجا. فهمتوا ولا لا؟ ما يمشوا إلا به، بحيث لما كان هو العمل تاعهم موقف. والسبابة قال لك عليه قال لها سبابة؟ قال لك لأن العرب كانوا إذا تسابوا في الجاهلية يمجها الواحد منهم لأخاه أنت لكع ابن فهمتوا ياك؟ العرب كانت فيهم هذا أو شوف أنت لكع ابن لكع، كانت عندهم يعني مثلا هذا هكذا يمدها الواحد منهم لأخيه أو يشير بها. وتارة يمجها إليه إذا أراد منه البعد والانصراف. شوف هذاك اللي كان في الجاهلية وكان يعلم بحاله ورام بعيد شايفه جاي على فرسه، قال لك وقف إليه فلما جنى منه قال لها أدن مكانك، ما نقول كيف أد في بلاصتك. ثم صار يقول له اذهب برحلك عني حيث شئت ولا تكتر علي ودع عنك لا قاويلا، وانزل بحيث رأيت الأرض قاطبة واملأ بها الترقى إن عرضا وإن طولا، قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا. ومشى هكا كلام في كلامه. وحنا هذه الآن كاين عندنا لا ما نديروها إلا بالسبابة. كاين واحد من الناس كنت جايرو صديق وربما ما كنت تصور منه يوم من الأيام تختلف انت وياه، لكنه يفشي سرك. ما كنت متصور
على أنه يخرج هذه الأسرار ويخرج هذه العيوب. لما تلقى أنت وياه ولا غيره تاوين تقول أنت فلان الله يوصلك على خير، لا سامحني حمال يجي كاين هذا، لا سامحني هذا هذا تو هكا يقول له، ولكن ما قالها لي فسميتها جابها لي في كلام سبحان الله العرب كانت عندهم. لا قال لك سبابة يقال لها سبابة لأن العرب إذا تسابوا كان الواحد منهم يمجها لماذا؟ لأخيه. وقالوا وعقجه الثلاثة من يمناه لدى التشهد وبسط ما خلاه تحريك سبابتها حين تلا. السبابة هذه تحريكها كيف يكون يمينا وشمال. شوفوا معايا هكا يمينا وشمال، ما هو فوق وتحت يدير لها هكا، وما هو يعقد الوسط نتاعها هكذا. فهمتوا؟ لا يمينا وشمال. راكم تشوفوا كيف تحرك هكذا يعني كأنها تمشي لهذا الجانب وتولي ترجع تمشي لهذا الجانب تمشي لهذا الجانب، ويعني مثلا تولي ترجع. تحريك سببتها حين تلا حين قرأه. سبحان الله، ربما يسأل سائل يقول علاش الشرع اجعل لنا هذه الوضعية وهذه الحالة نديرها في الصلاة؟ ربما يجي إنسان يسولك يقول لك علاه، واش هي الفائدة في تحريك السبابة؟ واش هي الفائدة في هذا التحريك؟ ربما يقول واحد من الناس لا أنا ما كان على من نحرك، أنا ندير هكا وخلاص ونخليها. نقولوا له والو. سبحان الله، من الحكمة نتاع الشرع إنه الشرع الحنيف اش قال لك هاد السبابة هاد الأصبع خاص، غيره من الأصابع والو. مولانا دار واحد عرق فيه، هاد العرق متصل بالقلب، ما جامك تحركوا القلب نتاعك راه يقظان، راه واعي، راه مرتبط بمولانا. نهار يهمد هذاك العرق ربما القلب تصيبه، فهمتوا ولا تصيبه غفلة يخرج على شوف سبحان الله. لهذا ما يقولش قائل وعلاه أنا ما كان علاه من لا نقولوا له والو. فيها فائدة، أسمي الفائدة ما دامت تتحرك في القلب يقظان، ما دام يتحرك القلب راه واعي، راه مربوط مولانا. لما هذاك العرق يسكن وما يعني متى يبقى يتحرك ربما صاحبه يغفل عن الله تبارك وتعالى. تحريك سببتها حين تلا. ثم قال والبطن من فخذ رجال يبعد زيد ومرفقا من ركبتين إذ يسجدون. هذا البيت كله يحتوي على منجوب واحد، كاملة فيه منجوب واحد. اش قال الشيخ هنا؟ قال والبطن هكذا بالنصب مفعول مقدم لقوله رجال يبعدون. يعني واش تقدير الكلام؟ أبا جاي من سبحان الله النحو ولا القاعدة نتاع اللغة العربية ما تطيق تدخلها على الكلمة ليلك كان عرفت المعنى نتاعها. إلا غابت عليك المعنى يصحاب عليك، يعني مثلا يصحاب عليك الإعراب. لما تفهم المعنى ثلثين في القاعدة نتاع اللغة العربية رسالت عليك. هو واش معنى الكلام؟ معنى الكلام رجال يبعدون البطن من فخذين ومرفقا من ركبتين. إذ تعليلية، إذ علة بعد البطن والمرفق علة ذلك إذ يسجدون. يعني ماذا؟ حال سجودهم، لا حال ركوعهم ولا حال قيامهم ولا أي حالة في الصلاة إلا في حالة السجود فقط، غيرها ما كان. أسمي هذه الحالة الآن ترى الشيخ وفهم على المسألة. مثلا أنا هذه الكيفية أنا باغي نسجد، لما نجي باغي نسجد الشرع يقول لك فهم البطن نتاعي نبعدو من الفخذين، البطن نتاعي نبعدو من الفخذين. يعني كيف ندير؟ كاين مثلا منين يجي يسجد يدير هكا، شوفوا معايا يدير هكا، راكم معايا؟ الكلام ما الكلام ما تتكلم معناتها كرشو وين كانت، بطنه وين كانت؟ كان دايرها. فهمتوا ولا؟ الشرع يقول لك والو خاصها تبعد. فهمتوا ولا؟ هذه تبعد معناتها إلا هو هكا ترحل لهنا وسهل القضية شوي. فهمتوا ولا؟ يعني البطن يكون بعيد من الفخذ. الحالة الثانية المرفق يكون
يكون بعيد من الجانب. يعني كيف؟ مثلا كاين اللي منين يجي يسجد، فهم معايا، هادو هما المرفقين تاعو، كيف يدير لهم؟ شوف راكم معايا، يدير لهم هكا ويسجد هاكا، تشوفوا ياك معناتها المرفقين تاعو اش راهم رافدين؟ اش راهم رافدين ليه؟ رافدين ليه صدرو هكا ولا والو؟ لا، معناتها شوف معايا مساو، هادو يبعدوا، ما يبعدوا ياسر، ما يديروا هكا. علاه؟ لأن إلا دار هكا راهو لو باغي يضيع حق خوه المسلم، فهمتوا ولا والو؟ ما يحل يجيه ياسر، تضيق على خوك المسلم، تاكل حقه، هذا حرام. وما تنضم، ما تخشي يمشي للأرض، فهمتوا ولا والو؟ يعني علاه يكونوا بعاد كما هكذا، والبطن في نفس الوقت بعيدة. شوف راكم تشوفوا ياك، هذه هي الكيفية اللي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد عليها. إلا جانا واحد من الناس وقال ودي أنا والو، أنا منين نجي نسجد يا البطن تاعي نلوحو على الفخذين، ولا المرفقين نضمهم هكا ولا والو. اش نقولوا له؟ نقولوا له هي حالة مكروهة، على الشرع، الصلاة ما تبطل، فهمتوا ولا والو؟ صلاته ما هو باطلة، لكنه ماذا؟ فعل مكروه أو خلاف الأولى. والبطن من فخذين رجال يبعدون، يعني رجال يبعدون البطن من فخذين ومرفقا من ركبتين إذ يسجدون، يعني حالة سجودهم، حال السجود ممنوع. هنا دوك يبقى لنا واحد القيد، الشيخ قال رجال، يعني رجال يبعدون البطن من فخذين ومرفقا منها، يعني رجال. إذن ضد الرجال شكون هما؟ النساء. وهل المرأة كذلك؟ المعتاد المرأة إذا كانت تبغى تصلي حتى هي تبعد بطنها من الفخذين ولا والو؟ يقول لك الشرع والو، فهمتوا ولا والو؟ يقول لك الشرع والو. الرجل هو اللي يعني مثلا يكون منفرج أثناء الصلاة، أما المرأة أثناء الصلاة والو، تكون منضمة. شوف يقول ابن رشدي: ولتكن المرأة في الصلاة منضمة في سائر الحالات. المرأة في جميع حالاتها تكون مجموعة. سبحان الله، الشرع يقول لك علاه، يقول لك المرأة ما دامها مجموعة، شي لذة ولا شي حاجة اللي تبطل لها وضوءها ما تجيها. سامحوني يعطيكم الخير، هذا الشرع ما كان ما يخلق ولا والو. عاونوني شوي. نهار تنفرج الحالة، نهار يتنقد الوضوء. سبحان الله. علاه؟ يسأل سائل يقول علاه، يقول لك سبحان الله. شوف العلماء يقول لك اللحم نتاع الرجل متماسك واللحم نتاع المرأة مرتخي. كلام من خلال هذا الكلام تفهم الوضعية كيف خالد. اللحم نتاع الرجل متماسك واللحم نتاع المرأة ماذا؟ ملتخي. يعني علاه؟ أصل التركيبة الإلهية مولانا سبحانه وتعالى جعل هذه الوضعية. ما يعطيك قائل يقول وعلى هذا الحال. لهذا راك تشوف الشرع يقول لك المرأة مطلوب منك الراجل هو يسيرها، ما هي المرأة هي اللي تسير الرجل. لا، علاه؟ هي من ساسها كل شيء لها، كل شيء راه ضعيف. انت سيس الحال باش القضية تمشي. يعني نرجع لواحد الكلمة، تجي على من؟ تجي على من؟ العاقل. إلى هذاك تقول انت العاقل في البيت وانت ربي، لابد سيس القضية. إلا ما سيس انت وتقعد تجي انت وياها، ايوا هذاك ما بقيت عاقل ولا تجي عاقل. فهمت كيف خالد؟ ولهذا قال والبطن من فخذ رجال يبعدون ومرفقا من ركبته إذ يسجدون. نعم. وصفة الجلوس هذه مسألة منجوبة من منجوبات الصلاة. يعني عندنا الإنسان لما يكون جالس الوضعية نتاع الجلوس، إما في التشهد الأول والتشهد الثاني أو في أحد التشهدات، على كل حال جالس. العلماء يقولوا الجلوس هذا عنده كيفية خاصة به الإنسان يجلس عليها. ذكرها الشيخ خليل رحمه الله، وذكرها يعني مثلا ابن رشد، وذكرها صاحب مختصر الخضاري وغيره، يعني مثلا من العلماء. يقول فيها الشيخ خليل رحمه الله: والجلوس كله بإفضاء اليسرى للأرض واليمنى عليها وإبهامها للأرض. وابن أبي زيد يقول: فإذا جلست بين السجدتين نصبت رجلك اليمنى
وبطون أصابعها إلى الأرض، وأفضيك بإليتك إلى الأرض، ولا تقعد على رجلك اليسرى، وإن شئت حنيت اليمنى في انتصابها، فجعلت شب بهمها إلى الأرض فواسع، ثم تتشهد. رضي الله عن الجميع. كلام واحد معنى لا هي يعني أسم وشوه والجلوس كله بإفضاء اليسرى للأرض. وكنتو تشوفوا فيها وريه رجلي اليمنى وريه رجلي اليسرى، هكا هي اليسرى هكا ولا والو. إوا شوف بإفضاء اليسرى للأرض، هذا كلام الشيخ خالد. واليمنى عليها، اليمنى ديرها عليها. كيف ندير عليها؟ ندير هكا هكا؟ لا، اليمنى عليها كيف ندير لها؟ هذه الرجل اليمنى نعطفها وندير عليها هكا، هي اليسرى ندير عليها واليمنى عليها. هذه اليمنى لما نديرها الإبهام نتاعها هكذا، هو الإبهام مع الأصابع. اش قال؟ هو إبهامها للأرض، جايز يدير صباعه هكذا وجايز يدير لهم هكذا ويطرحهم على الأرض. يعني شوفوا معايا، يدير لهم هكذا وانتم تشوفوا ياك، ولا يدير لهم هكذا، راكم معايا؟ هو إبهامها للأرض. هذه هي الكيفية اللي يجلس عليها. يعني من الأفضل هذه الكيفية. إلى هو ربما كاين ضيق ولا ناس مغبونة، ما جابيه الإنسان حتى هو كما قال الرسول الله يحب لأخيه ما يحبه. يعني حتى الإنسان مطلوب يكون على دراية. كاين بعض الناس يكون مثلا في بلاصة فيها كثرة الناس ولا ضيق، ولا هو منين يجي يريح يشد بلاصتو مساوي وشايف صاحبه الثاني من كامش ولا مقبوض ولا الآخر كذلك، هو والو، هو لا والو. مطلوب الإنسان المؤمن تشعر يعني بشعور أخاك المسلم. فهمتوا ولا والو؟ هما الصحابة كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمعين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وضاق بهم المجلس فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم محتبئا، وأبا بكر عن يمينه وأبي أيوب عن يساره، وهو يعلمهم صلى الله عليه وسلم هكذا. هو مو من العادة نتاعو يجلس هكا صلى الله عليه وسلم العلم، وما هو من العادة نتاعو لما يجي يعلم الناس يجلس صلى الله عليه وسلم هكذا. لكن علاه لما شاف الصحابة متضايقين ومنقبضين، هو أبو بكر فعل هذه الكيفية، وأبو أيوب فعل هذه الكيفية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم دير هكذا. علاه؟ يشعر الصحابة بشعور رسول الله صلى الله عليه وسلم. معناتها انت الا كانك تقول لك خويا المسلم وتبغيني، اقل شي نهار تشوفني من دابا كما نقولوا من قابضت، فهمت ولا والو؟ كما يقولوا المشايخ، انت باغي تمشي لواحد من الناس تعزيه في جنازه والو ماك حزين، الشرع يقول لك من حقك تظهر لي الحزن لانه علاه هو راه حزين. باغي تمشي لواحد من الناس تبارك ليه في فرح ولو انك ماك فرح، ما جابيك تظهر الفرح. علاه؟ هو راه هو راه فرح. علاه؟ هذا النهار نتاعو ليه هو، ما دام نهار والناس فرحة ليه انت. شوف هذاك اللي قال لها، شوف سبحان الله العوائل كيف كانوا حكماء. قال لها وجاني باغي نمشي لفلان نبرك ليه راه جا العرس، ولكن انا ضريري سرقت ليا. الله اكبر.
والجلسة والبطن ميم خذي رجال يبعدون ومرفقا من ركبتين إذ يسجدون. وين كنا قال لي يا ودي راني باغي نمشي لفلان وراه دار الفرح نتاعو، ولكن انا راه طاح فيا سرق لي مالي. يعني فهمت ولا والو؟ يعني راني في نكبة وراني في مصيبة كبيرة، يعني وقت الفرح وكذا مو عليا. جا مع دا صاحبه جاوبه، قال ليه نجاوبك انا، قال لي كيف؟ قال له إذا رفع الزمان مكان شخص وكنت أحق منه ولو تصاعد فأوله مثل رتبته تجده ينيلك مثل ما تنيل ولو تقاعد، ولا تقل الذي تدريه فيه تكن شخص عن الحشا تقاعد، فكم في العرس أبهى من عروس ولكن للعروس الدهر ساعد. قال نعم، قال هي الدنيا هذا كيف الحكمة تاعها تمشي. فكم في العرس أبهى من عروس ولكن للعروس الدهر ساعد. درك وين راه العرس وين راه العروس في اللغة العربية؟ في اللغة العربية مو في العرف، في اللغة العربية وين راه العرس وين راه العروس؟ احنا عاكسين القضية. الرجل في اللغة العربية سميته عروس معليش لا لله وإنا إليه راجعون. في الشام سيدي الميموني يقول الرجل هو العروس. ايوه في الجزائر بعدين معناتها شوف، الراجل في اللغة العربية ينقال له العروس، والمرأة ينقال لها العرس. سبحان الله علاه. وما يسأل سائل يقول لك علاه العروس هذا عارف يعني بالواو، العروس بالواو الذي تعرس بغيره، هو تعرس بغيره هذا معناتها بالواو، وبغير واو الذي تعرس غيره به. احنا على دوك كنا عاكسينها لا الحمد لله خلاها مستوره. راح اسمع قال لها مولانا يقبل المسيئين في وجه المحسنين. هذا راه سالك في حرم الدوخله. مالو كان نعرف الحقيقه اسمع ذاك العروس الروح ما يقبل. يقول لك علاه؟ يقول لك انا راني مزوج بها ولا هي مزوجه بيا. هذا الخبر هذا دول انتما راكم عاكسين لي الميزان، انتما راكم تقولوا لي هي راني مزوجه بيا. هو الزكاه فهمت ولا ما انا راني مزوج بها، فهمت ولا؟ ايوا هذا شافها. قال لك فكم في العرس ابهى من عروس ولكن للعروس الدار ساعد. يعني مثلا قال لي ما فلان جاي العرس، ربما راه كاين في هذيك البلاد اللي راه فرحه اكثر منه هو، اكثر من ذاك العرس اللي دايرو ذاك السيد، لكن على ذاك السيد نفرحوا له لا غالب نهارو نفرحوا له حتى تطلب ربي فينا. فهمت ولا واه؟ فهمت يجيب خال. ربما انسان راه عنده حزن عنده موت ولا غيرها، راه كاين اللي راه حزن اكثر من هذاك السيد، لكن علاه الناس حزنه حتى تحزن له. الدنيا اساسها هكذا، ما تقولش علاه انا اللي حزن اكثر من حزن لي المجتمع انت تحزن، فرح لي المجتمع انت تفرح. قال له إذا رفع الزمان مكان شخصي وكنت أحق منه ولو تصاعد. يعني واحد من الناس جاب لي ربي نهارو ايامات جاته، ولو انت راك هاد الايامات اللي جاته هو لا المجتمع مو منبه، لو كان المجتمع منبه من حق يجي لك انت راك وين حطيناك لقاوك خير منه، لكن لا غالب هذه الدنيا ودي حالتها مشات ليه، ما دام مشات ليه انت الله يصبرك. الا فرحت الناس فرح، ما تقولش لا انا اسمع انا من حقكم هو اللي ديرهم ودير انا الغالب. الدنيا مشات هكا ما كما يخلق. فهمت ولا؟ ايه مو هو اللي ديروه الرئيس الغالب ما كما يخلق. فهمت ولا؟ دابا كاين اللي يقول هذاك الكلام ايه على ندير فلان البلاصه اللي نحط فيها فلان انا الغالب معليش انا عارفين، ولكن ويا الخير لا صبر شويه طلب ربي ما بين الى ربي كتبشري ان شاء الله تعالى. إذا رفع الزمان مكان شخص وكنت أحق منه ولو تصاعد فأوله مثل رتبته تجده ينيلك مثل ما تنيل ولو تقاعد. شانتا هو راه المجتمع قدمو عندك انت لا قدمو. سبحان الله الدنيا دي دائما فيها واحد المعيار اللي بغيت منه العافيه لا قدمو تسب منه العافيه. إلا ما قعدت تقدمو انت الاولي يلصق لك انت الاولي بتابعك. إلا أنت عاقل عنها سيدي والد تقدم لهم والدين
بدا وفتح وختم وصلي كل شيء يديروا انا تابع عليك دور فهمت ولا لا؟ والا ما درت لها كتوحل فيه كاين هذا الحال. شوف العقلاء الاولين كيف كانوا يعني من الحكمه تاع العقل. لهذا قال لها فأوليه مثل رتبته تجده ينيلك مثل ما تنيل ولو تصاعد ولا تقل الذي تدريه فيه. عندك لمشي ربما تقول ما جاتك ليا خلينا نقعد نعيب لا علاه ربما تلقاه هو كبير الخاطر ويتنازل ويخليها عليك ونهار يتنازل ويخليها عليك المجتمع شو اللي يقول لا يقول سبحان الله ليس المكافئ بالضد. عمرو الانسان العقل ولو البلاصه ليه لكن دائما عيوب الناس اللي سكت عليها هري علاه ما فيها فايده لا في اللي يقولها ولا فايده في اللي تنقال فيه لا فايده في الماضي ولا فايده في المستقبل شي ما هو فيها. هذا قال ولا تقل الذي تدريه فيه تكون شخص عن الحاشا تقاعد فكم في العرس أبهى من عروس ولكن للعروس الدهر سعيد. الدهر سعدها والدهر جاب لي نهار جاب لي نهار وهكذا. ولهذا قال والبطن من فخذ رجال يبعجون ومرفقا من ركبة إذ يسجدون وصفة الجلوس. فهنا ولا اي قول اسعد موح انا اروح اجي بدي نخلص شوي الاسئله. ايه قال لنا لو اصلحنا له زوجه احنا نقولوا الزوجه نقولوا الزوجه هي الزوجه هي ومنا قال الزوج اصلحنا له زوجه. ايه معناتها هي فهم هاد اللي فيها وفيك شحال من بلاصه شحال من بلاصه في القران الكريم يعني علاه يقولوا فهم إن قال لها الزوجه بلها وإن قال لها الزوج فهمتي ولا وين؟ لأن مفرد العدد مؤنث في اللغة العربية. العدد دائما لما يكون مثنى ولا مجموع يجي فيه ذاك الضمير وإلا هو مفرد يجوز يلحق الضمير كما يجوز تجريده من الضمير. يعني دوك فهمني لما نبو يعني مثلا الزوجة نتنوها ولا لما نبو الزوجة يعني مثلا نجمعوها يوتا إلا هي مجردة يجوز فيه زوج ويجوز فيه يعني مثلا زوجة جائزة يعني من جملة الحالات اللي فيها جائزة. يجوز أن يقال زوجة فلان كما يجوز أن يقال زوجة فلان. ابن مالك 3 بالتاء قل للعشرة في عندي ما أحدهم مذكرة في الضد جرد. على الضد يجوز تجريدها كما يجوز جمعها. وري عندنا عدة ألفاظ هذا الحاج محمد عدة من الألفاظ جايزة فيهم هذا